السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير. بقالي كده فترة ما عملتلكمش اي فيديو وغبت عنكم، فالنهاردة بقى جاية لكم بفيديو خفيف جدا زي ما انتوا شايفين. كنت محتارة اعمل غدا ايه، فقلت بقى ايه، انا عندي همبرجر في الفريزر، فقلت هعمل النهارده سندوتشات خفيفه كده وبطاطس محمره. يعني ما تاخدش معايا وقت، لاني بصراحه مش قادره اقف اعمل اكل، يعني تعبانه شويه. وكنا جايبين عنب، بس للاسف ما طلعش طعمه مسكر، الراجل ضحك عليا. المهم، كنت هنا بحمر الهمبرجر والبطاطس زي ما انتوا شايفين. هو فيديو خفيف جدا ويعني ما فيهوش وقت كتير، ومش عامله فيه اعجاز، يعني حاجه بسيطه قوي. هنا خلاص كنت حمرت الهمبرجر زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بحب احمره في الجريل، ده بيطلع تحفه. ما حبيتش اقعده اكتر من كده عشان زي ما انتوا شايفين ما يتهريش. بصراحة يا جماعة انا حاسة الهمبرجر مش زي زمان خالص. كان الاول الواحدة كده بتبقى حلوة كده ويعني ومحملة. دي تحسها خفيفة خالص، رقيقة جدا. مش عارفة يعني هي ليه عاملة كده، بس هي سندوتشات خفيفة وحلوة بصراحة. كل الناس بتحب السندوتشات الخفيفة دي اكيد. في اوقات ما بنبقاش عارفين نتغدى ايه، او اخش اعمل اكل ايه، فبقول بقى ايه، حاجة بسيطة كده وخفيفة، همبرجر، حاجات جاهزة. لو انا عندي متبلة بانيه في الفريزر برضو احيانا بعمله برضو كده سندوتشات، او متبلة شاورما او كبدة. احيانا بميل للساندوتشات قوي عن ان انا اكل بقى ايه، اكله فيها صلصة ورز او مكرونات. احيانا ببقى معدتي، كلنا بصراحة يعني في البيت بنبقى محتاجين قوي قوي راحة كده للحاجات المسبكة والرز والمكرونات، فبنحب بقى ايه الساندوتشات كده. زي ما انتوا شايفين خلاص حطيته على الترابيزة، الحاجة الساقعة طبعا والمايونيز والكاتشب، وجبت عيش كايزر عشان كده يطلع طعمه حلو زي بره. وطلع طعمه تحفة تحفة تحفة. ألف هنا وشفا للي شافوا واللي أكلوا معانا. وحاجة بسيطة النهاردة كده أنا صورتها لكم. إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسونيش باللايك والاشتراك. وأشوفكم على خير وأشوفكم على خير يا حبايب قلبي. سلام.